السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير واحوالكم طيبه ان شاء الله. اليوم فيديو جديد وصفه جديده ان شاء الله. غادي نشارك معكم لي ميني بيتزا او عجينه ديال البيتزا اللي هي اكثر من رائعه، تعتمديها في الحياه اليوميه ديالك او في الشهر الكريم، لما لا. نبداو بسم الله على بركه الله. راه تعطينا كميه كثيره. هنايا غادي نحتاج بالنسبه للمكونات، غنحتاج الدقيق الابيض والدقيق الفينو، 250 غرام ديال الدقيق الفينو مع 500 غرام دقيق الفورس، كاس ديال الزيت ما يعادل نص كاس ديال العنبه، جوج معالق ديال الزعتر او معلقه ونص. هنايا الثوم بودره كما تشوفوا عندي الثوم بودره، معلقه ديال السكر سنيده، شويه ديال الملحه. غادي نحتاج هنايا معلقه ديال الخميره او معلقه ونص ديال الخميره ديال العجين، وواحد ياغورت طبيعي اللي تعطينا واحد الهشاشه وواحد المذاق في هذه البيتزات، ونص لتر ديال الماء يكون دافئ. هنايا غادي نحتاج، هنا خدت ليا نص لتر، ممكن تحتاجوا اكثر او اقل على حسب الدقيق اللي عندكم. غادي ناخذ العجانه او الاناء فاش غادي نعجنو، غادي نغربلو ديما الدقيق ديالنا، ضروري نغربلو هاد البنات، ممكن نغربلوه حتى لجوج خطرات. صافي غادي نديروه في العجانه او في الاناء فاش غادي نخلطوا المكونات. كما تشوفوا عندي 250 غرام ديال الدقيق الفينو مع 500 غرام ديال الدقيق الابيض او الدقيق الفورس. صافي غادي نغربلو هاد المكونات. ممكن اللي بغى ينقص من المكونات، المهم هاد الكميه البنات عطاتني 60 قطعه ديال البيتزا. راه بيتزات كبار شويه ماشي صغار، تاني كتر من القياس، مهم متوسطين وزوينين في الحجم ديالهم وحتى المذاق. المهم ممكن تديروهم في المجمد، وقت ما احتاجيتو شي حاجه غادي تجبدوها وتعمروها وراه تتبقى طريه مده طويله البنات. هنايا غادي عندي ياغورت طبيعي او دانون مسوس، غادي نديروه فوق ديك العجينه، فوق داك الخليط ديال الدقيق. غادي ناخذ معلقه ديال السكر سنيده مع الملحه وشويه ثوم بودره، معلقه جوج معالق ديال الخميره ديال العجينه. غادي ناخذ هنا الزعتر، نديرو من معلقه حتى لجوج معالق حتى هو، والزيت الزيتون البنات ضروري في هاد لي بيتزا، ضروري في العجينه وحتى في لاصوص. صافي غادي ناخذ هنايا عندي الزعتر، غادي نديرو في الراحه ديال اليد ديالي، وغادي نحاول نحكو باش يعطينا واحد المذاق زوين، وفي نفس الوقت ما يبقاش طريفات كبار هكاك في لي بيتزا ديالنا. نستمر غادي نديروه ونحكو بين يدينا او بين الراحه ديال اليد ديالي. هانتوما تشوفوا على هذا الشكل هذا. هادو هما المكونات والطريقه راه ساهله وبسيطه البنات. وخدات ليا هنا نص لتر ديال الماء، ودرتها في واحد الاناء من بعد ما حيتها، ودرتها في الاناء وخليتها تخمر او تضع في الحجم ديالها على 3 حتى ل 4 الخطرات كما تشوفوا. صافي غادي نخويها من داك الهواء او نخويها من داك، المهم غادي نخويها من داك الخميره او داك الهواء اللي تيكون لداخل. غادي نحاول نضغط عليها نخرجوا من هذاك الهواء اللي تيكون لداخل ديال العجين ديالي. هانتوما تشوفوا على هذه الطريقه هذه، راه تتجي رطبه وهشيشه البنات. راه واخا تبقى عندكم 6 شهر في الثلاجه راه تتبقى طريه وتبقى زوينه. غادي نقسم ديك العجينه على جوج كما تشوفوا، غنقسمها على جوج ونشكلها كويرات. هنايا راه شكلتها كويرات كبار، ممكن ديروا حتى 3 ديال الكويرات. انا اكتفيت انني نقسمها على جوج كويرات اللي يكونوا كبار باش نسرحهم ويعطيونا نيت كميه كثيره ديال لي ميني بيتزا. صافي غادي نديرهم على هذا الشكل هذا وعلى الطريقه. وحده غادي نديرها في واحد لو بول وغادي نخليها ترتاح، والثانيه غادي نشكلها. صافي غنخلي الاولى غنديرها في هذا الاناء، نردها ونغطيها بواحد البلاستيك غذائي، والاولى غادي ناخذها ونسرحها كما تشوفوا. المهم السمك غادي نسرحوها رقيقه، اما سطح العمل اللي تيكون نقي من طبيعه الحال، وتنرشوا عليه الدقيق هنايا عندي الدقيق الفينو، وتنرشوا على سطح العمل، ونبدا نسرح لي بيتزا ديالنا او نبدا نسرح العجينه ديالي اللي غادي نشكلوا منها لي بيتزات. اللي بغى يديرها بيتزات كبار راه غيديرها، انا فضلت انني نديرها صغار
حيت الكليان ديالنا طلبوا من البيتزا صغار. وصافي غادي نسرحها على سطح العمل على هاد الطريقه هذه او على هاد الشكل هذا، تنسرحوها رقيقه. اللي بغى يديرها غليظه شويه راه يديرها، اما انا تنفضل انني البيتزا ديالنا تكون السمك ديالها رقيق باش تجينا طريه وتجينا هشيشه في نفس الوقت. صافي نسرحوها ونستمر انني نسرح العجين ديالي حتى نحصل على السمك اللي بغيت. صافي كما تشوفوا ملي تنشوفوها تتبدا تلصق من تحت، تنرشوا سطح العمل ونردوا العجينه ديالنا ونبدا نسرحوها بحال الاول. صافي غنعطيها واحد السمك اللي يكون رقيق كامله، لا من الجوانب لا من الوسط. المهم القياس يكون هو هذاك، لا في الجناب لا في الوسط، باش يجيونا لي ميني بيتزا ديالنا نفس السمك. صافي هنايا غادي ناخذ واحد الاطار، غادي ناخذ بيك بات ديالنا ونثقبوها. اللي ما عندوش يدير غير فرشات. صافي نديروا ليها هذا الشكل هذا تقيبات على هذه الطريقه هذه. وغادي ناخذ هذا الاطار اللي غادي نشكلوا به لي بيتزا ديالنا. هنايا ملي تنثقبوها البنات راه ما تتنفخش لينا ما حتى حاجه، تتبقى في السمك ديالها. هنايا خديت واحد الاطار اللي الحجم ديالو متوسط، ما كبير ما صغير، هانتوما تشوفوا العبار ديالو. وغادي نشكل البيتزا ديالنا. هانتوما تشوفوا السمك ديالهم رقيق وفي نفس الحجم وفي نفس السمك البنات، لا اللي في الجناب لا اللي في الوسط، عندهم نفس السمك. وتنستفوا في الطاوه ديالنا اللي غادي مفرشه بواحد ورق الزبده، ونستفوا فيه لي ميني بيتزا ديالنا. وعندي الفران سخون اللي غادي ندخلو فيه البيتزات، عندي سخون. غندير العافيه من التحت طيبوا لينا ونهبطوهم شويه يتشمعوا من الفوق وصافي غادي نحيدوهم. المهم البنات هنايا غادي نديروا لهم نص طيبه، غنطيبوهم نص طيبه. وفي الاخير غادي تعمروهم بالحشوه اللي تتفضلوا او بالحشوه اللي بغيتوها البنات. وفي المهم اللي بغى يحتفظ بهم راه غادي يديرهم في بلاستيك غذائي اللي تيدخل المجمد ويحتفظ بهم حتى الشهر البنات، ممكن يبقاو لمده طويله. وقسم ما احتاجيتو شي حاجه تجبدوها وديروا ليها الحشوه ديالها وتقدموها بالصحه والراحه. المهم راه تينفعوا في الاوقات ديال الضيوف الغفله او في الشهر الكريم ان شاء الله. لما لا ديروهم مشروع مربح، هنايا راه درتهم كمشروع، راه تيخرجوا كميه كثيره وتيخليو لينا الربح. المهم لا باس به، ونتمنى تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم وتعتمديهم في الشهر الكريم ان شاء الله. عجنه وحده تخرج لك 60 قطعه وتهنى شهر كامل البنات. ولا المهم اللي تيجيو عنده الضياف راه تلقاهم في هاد الاوقات هادو. ملي تيجي عندك الضياف ديال الغفله راه تشكلي بهم الطاوه ديالك او بلاطو ديالك مع المملحات الاخرين او اللي عندك، وصافي تقدميهم بالصحه والراحه. هنايا العجينه اللي تبقات ليا اللي تجمعات غادي نحتفظ بها في بلاستيك غذائي. وبالنسبه للطاوه اللي شكلتها هنايا راه عندي اكثر من 12 قطعه، كل طاوه فيها اكثر من 12 قطعه حتى 16. وتنطيبوهم من التحت كما قلت لكم غير نص طيبه، ونهبطوهم من الفوق العافيه تكون من الفوق يتشمعوا لينا، ونحيدوهم حتى يبردوا او تاخذوا حراره المطبخ. عاد ديك الساعه نديروهم في المجمد او نحتفظوا بهم. المهم حتى ياخذوا حراره المطبخ، عاد ديك الساعه تحتفظوا بهم. ما يمكنش تحتفظوا بهم البنات وهما مازالين سخان، حيت غادي يبقاو لكم معجنين. خليهم حتى يبردوا وعاد نديروهم بلاستيك غذائي ونحتفظوا بهم وبالصحه والراحه. نتمنى لا فيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. بالنسبه للناس اللي انضموا جداد نقول لهم مرحبا والف مرحبا، والناس اللي مدعمين القناه ديالي من اول ما حليتها تنقول لهم شكرا لكم، شكرا للدعم ديالكم المتواصل. وهنايا وصلنا لنهايه الفيديو. نتمنى تشجعونا بالتعليق ديالكم الايجابيه وتخليو لي شي تعليق زوين محفز باش نزيد لقدام ان شاء الله بعض الوصفات اللي تكون هكا رائعه وفي نفس الوقت في متناول الجميع. واللي ميني بيتزا ديالنا من بعد ما حيدتهم غادي نحتفظ بهم في المجمد وبالصحه والراحه ونقدمهم للكليان ديالنا. وخليتكم على خير، الفيديو جديد ونهاركم مبروك.